الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله رب العالمين. مرحب بكم. معلش يعني فترة كبيرة من التأخير عن نشر المعلومة. احنا فين؟ احنا في أسد معابد مصر، معبد الكرنك. وفين بالظبط؟ في مكان الملك اللي اسمه وسر خبرورع. وسر خبرورع وسر خبرورع مري أمون. قوية إشراقات رع المحبوب من أمون. سيتي مري ام بتاح. سيتي المحبوب من الإله بتاح. طبعا مكان ست اهو اتهشم اهو. مكان ست اهو متهشم لأنه أعداء ست بعد الفترة الزمنية بتاعة الملك طبعا دخلوا في المكان المنقوش فيه رمز ست وهشموا. طيب ايه الجديد هنا؟ الجديد هنا احنا دي المقصورة طبعا زي ما احنا عارفين اللي هو كانت مسقوفة في العصر الفرعوني، وادي بقية السقف فوق. يعني لما تدخل هنا يعني زميل العزيز وتقول دي كانت فيها سقف، والسقف من الحجارة، وكان هنا في النص مركب. ابص كده حضرتك، ادي البداية والنهاية على شكل اللي هو راس كبش وقرص الشمس. وفي مقدمة الشمس هنلاقي الكبرى الإلهة واجد حامية لأبوها رع، وهنلاقي مائدة القرابين، هنلاقي المانجا والرمان والعنب والتين والقرع العسلي. وهنلاقي هنا زي ما حكينا قبل كده، بص كده العيش بتاعنا المدور كان عيش له عيون، عين تمثل زي السميد كده اهو، عين تمثل القمر اهو. بص كده مرصوصين فوق بعض كذا رغيف يعني على المائدة، عين تمثل القمر وعين تمثل الشمس. ده كقربان هدية، من كلمة قربان يعني قربة هدية. وهنا عندنا البط البلدي المحمر. واحنا حكينا قبل كده لما تكون على مائدة القرابين هتلاقي البط مذبوح ومحمر. ازاي محمر؟ بص حضرتك اللي هو الشراشيب الدورين ديت، ده زي البقدونس اللي بيجيبوه لنا لما ناكل شيش كباب في المطعم، بيجيب لنا الراجل بتاع المطعم البقدونس تحت اللي هو الايه اللحمه وتحت الشيش كباب. وده هو البط المحمر. لانه الفكره ايه؟ انه الكهنه في الاساطير بتاعتهم كانوا يقولوا انه الاله لما تحضر روحه من السماء الى الارض الى التمثال اللي كان متواجد في المركب، يقولوا جاء علشان يشم رائحه القرابين. فهو ما ينفعش يتحط له ايه اكل ني، ماشي؟ هيشم ريحه الفاكهه. بص الانف بتاعته ايه مفتوحه حبتين كده عشان عشان يشم رائحه القربان الهديه. طيب ماشي لغايه ده الكلام ده احنا سبق وقلناه في مشروعات سابقه، ولعل وعسى من بعض الناس اللي هي جديده معايا على الصفحه ان هي تراجع المعلومه ديت فيما سبق. لكن عندنا المعبود اللي كان يعبدوه الفراعنه في شكل امون رع. هنا بص كده امون رع على شكل الملك نفسه، بس فوق راسه رشتين. الرشتين دي كانت تميز رمز السمو والعلو بتاع امون رع. وادي الملك اللي هو ست التاني بيقدم علامة ماعت رمز الحق والعدالة، يعني بيقسم بالحق وكل الحق، لان تحت كلمة ماع تحت رمز ماعت بص كده حضرتك علامة نب. واحنا قلت قبل كده وفسرت قبل كده انه نب دي لما تاجي تحت الحاجة معناها كل all يعني كل حاجة. كل القسم بتاع العدل ان هو زي كأنه بيقسم في حضرة جلالة الآلهة الثالوث. طب هنا يا جمال بص كده وبقول لكل المرشدين الجدد وأولهم ابني سعد جمال سعد المرشد الجديد إن شاء الله هيدخل في المجال ده وهيشرف مجال الإرشاد السياحي بسعد. وإن شاء الله سعد هيكون على نفس المنوال بتاع أبو جمال إن شاء الله. هنا عندنا حضراتكم بصوا كده هتلاقوا اسم أمونيت فوق. أمونيت بص كده فوق خالص الحتة دي المسركشة المكسرة، اسم أمونيت اللي هي المعبودة ديت. أمونيت ترمز لأمون رع زوجة أمون رع في الشمال، والجدار ده بالنسبة لهم شمالي، ماشي؟ لأنه الجدار الغربي دايما في أي حتة تلاقيه ده الجنوب،
أي رسمة على أي جدار في معبد ناحية الغرب بيرسموا الجنوب، وأي رسمة في أي معبد ناحية الشرق الشمال. ماشي. طيب هنا ده مين ده؟ ده بتاح. الله، ده أبو بتاح جابه هنا ليه؟ لأن هو عايز يعمل ثالوث، أمون رع ناحية الشمال. ادي اسم بتاح فوق اهو. وطبعا هنا بتاح اهو، زوجته في الشمال اسمها سخمت وابنهم اسمه نفرتو. فهو الفنان بيكمل الثالوث، ثالوث الشمال لأمون، يعني زي كأنه متجوز واحدة شمالية فخلفت له مين؟ خلفت له بتاح. يعني انت لما تيجي هنا في المكان ده وسألك الضيف ما تتلخبطش، هيقول لك ايه اللي جاب بتاح هنا؟ ده انا بسمع غالبية المرشدين يقول لك ده خنسو. يا عم خنسو ايه؟ بص دقنه كده، بص دقنه. انا هديك المعلومة دي هدية. كل مناظر بتاح وعن تحدي. معلش كلمة تحدي دي يعني ايه؟ فوق كل ذي علم عليم، بس انا بقولها كده لاني انا من فترة كبيرة، طبعا 30 سنة وانا ببحث في المواضيع دي، فمعلش يعني ايه اللفظ كلمة تحدي معذرة. يعني الذقن هتلاقيها مش معقوفة، مستوية. ماشي، ده بتاح. لكن المنظر نفسه هنا في الجدار الجنوبي هتلاقي الذقن بتاعته ملفوفة وفوق راسه رمز القمر. ده القمر مش الشمس. أولادي جميعا مرشدين الجدد، بص كده هتلاقي الهلال والقمر ده رمز خنثى اهو، وماسك اللي هو ايه؟ الرموز بتاعت الايه؟ الصولجان والجد والعنخ والواسط والحقاء والنخخ وكله بقى، لان هو ايه؟ طبعا ده هنا امون رع اهو، وهنا موت، وهنا ابنهم خنثى. يبقى لو حد سألك امونيت دي الفيميل، انت عارف طبعا في الاشمونين هناك ثمون الاشمونين، من ضمن الثمون 8 آلهة يعني، من ضمنهم امون وامونيت اللي هو الفيميل، الشكل الانثوي بتاع امون. ماشي، امون وامونيت. احنا هنا في الصعيد، فهو عايز يصور لي امون رع له زوجة في الجنوب اللي هي موت، ولابسة التاجين، تاج الشمال والجنوب فوق راسها، لكن زوجته الشمالية امونيت او الشكل الانثوي بتاعه ناحية الشمال، او الزوجة اللي هي تمثل الشمال امونيت لابسة تاج الشمال. بس هو عايز يرمز لك ويقول لك دي الست الشمالية، المرأة الإلهة اللي هي ترمز لإيه؟ ناحية الشمال. ماشي، زوجة الإله أمون رع. معلش كلمة إله احنا إيه نثر أو اللفظ الدارج اللي هو باستمرار، فمعذرة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإحنا إيه طبعا في الشرح بتاعنا بنقول بالإنجليش the God أمون رع والكلام ده كله، طبعا بالصيني شان أمون رع ده شان تايانغ شان، بالروسي بوجا أمون رع. طبعا باللفظ الدارج ده كده إيه أخذنا كلمة كمعبود أو كإله. بص حضرتك، ده الثالوث اللي إيه خلاصة، يعني خلاص الكلام لما تدخل هنا في مقصورة اللي هو سيتي التاني وتاجي في النص هنا، ما تتلخبطش، لا، ده الثالوث أمون رع ناحية الشمال، وده ثالوث أمون رع في صعيد مصر وقت ما كانت العاصمة الأقصر، وإحنا دلوقتي في الأسرة 19 طبعا، في نهايتها في نهاية الأسرة 19 أيام سيتي الثاني. ولو حد سألك على المناظر والألوان فوق هتقول أهو فوق في بقايا ألوان. وهنا النيشز دي كان إيه؟ كان لوضع الثالوث أمون رع وموت وخنثى. وهنا عندنا منظر لبقايا منظر المركب أو الزورق المقدس، هنا على اليسار وهنا على اليمين. هنا الفنان المصري لو حد سألك يعني من الضيوف وقال لك ليه طيب مركبين؟ ما كفاية مركب واحدة المنظر يعني كمنظر، لكن هو تقول له ايه؟ المركب اهي في النص، ماشي، في النص الايه؟ في النص المتواجد ده اللي احنا فيه، ماشي. والفنان المصري القديم رسم لي الرسومات اللي هي على اليمين المركب، والرسومات اللي هي على اليسار على يسار المركب. يعني المركب على اليمين وعلى الشمال الرسمة بتاعتها، يعني قال لك لربما يوم من الأيام المركب تضيع
ويبقى ايه باقي الرسومات بتاعتها عشان نوضح للزوار واحفادنا اللي هو المناظر اللي هي على الجنبين من تاج الحضارات الاقصر. لكم جميعا كل التقدير والتحيه. واي استفسار، اي حد معاه استفسار كبير صغير، طبعا احنا ما عندناش صغيرين، احنا كنا كبار، اهلا بيكم جميعا. اسأل وان شاء الله هنقدر نجاوب. بالتوفيق للجميع. شكرا جزيلا. متعكم الله بالتقوى والصحة والعافية. شكرا جزيلا.